بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناتنا على اليوتيوب. اليوم تستمعون إلى قصيدة عن المغرب وكرم أهله مع الدكتور اليمني عبد الباسط الحميدي هنا بمدينة بارما بإيطاليا. نترك له إن شاء الله أن يمتعكم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصيدة طبعا نظمتها بعد رجوعي من المملكة المغربية المحروسة حرسها الله، بعد أن حصلت وتشرفت بالحصول على شهادة الدكتوراه منها من جامعة القاضي عياض في مراكش في تخصص المقاصد النحوية في اللغة العربية. نظمت هذه القصيدة في شهر إبريل 2015، فقلت في مطلعها: قال الحميدي عبيد الله: الحمد لله بلا تناهي، الحمد لله الذي قد أنعم، صلى على نبيه وسلم. وبعد هذا النظم للمريد في الشاي والكفتة والثريد، نظمته نظما بديعا محكما لكل حر مغربي أكرما. قصيدة قد قلتها في المغرب قول صدوق صادق لم يكذب، فمغرب بلاد أهل الهمم وموطن الأيدي ذوات الكرم. ذكرت بعض الأمثلة والأمثال المغربية فقلت: إذ الفياق عندهم بكري بذهب مدبج مشري، فياق بكري بالذهب مشري. وحوتة واحدة يا جاري فاسدة تخنز الشوارع، وإن تصاحب صاحب الأخلاق فإنه الخير في الرفاق. أما ترى القرد أتى موالفا خيرا من الغزال لما خالف، قرد موالف ولا غزال مخالف. طعامهم ذو سمعة مشهورة سمعته في كامل المعمورة، فالكسكس المصنوع من سميدة أكلته مشهورة فريدة، تجيده نساء أهل المغرب بعمل مكلف ومتعب. مراكش المشهور بالطنجية إذ لحمة بنكهة زكية، ومن يفز بطبق البسطيلة فإنه المحسود في القبيلة. وفاس تلك البلدة العريقة بصارة تباع في العتيقة، أول ليلة عرفت المغرب نزلت مدعوا ببيت النجبا، أكرمت تلك الليلة الشهيرة دجاجة مسمن حريرة، طاجينهم لا تملك الأشعار وسطا له وعقلنا يحار، حرشتهم لعابنا يسيل لذكرها ومدحها يطول، مسمن وحرشة خليع في سوقها وزنقة تضيع. فاس العتيقة. أما أكادير فإن وصفها محير ذوي العقول والنهى، فتلك بلدة حباها المنعم بنعم غزيرة لا تسأم. أقمت فيها بضعة من أشهر لدى الكرام آل بيت الأشقر، هذا هو الذي أقمت عنده 3 أشهر. لا الشيخ عبد الرحمن يقول: أقمت فيها بضعة من أشهر لدى الكرام آل بيت الأشقر، أرجانها زيت عزيز نادر وهو هدية لمن يسافر. وإن تشأ تسعد بالبغرير فسافرا مكناس يا سميري، واللوبيا زلافة الحريرة لذيذة طيبة شهيرة. وإن تزر مراكشا فلتذهبي في رحلة لأطلس والعقرب، فلم أبالغ أو أحد أو أكذب إن رمتها عروسة للمغرب. وإن مررت سائر الأقطار فلن تذق كفتة البحراوي. سيدي على البحراوي ما شاء الله. طبعا وذكرت في أبيات أخرى هي ليست موجودة كلها هنا، لكن أنتقل إلى أحكام الشاي المغربي، لأنه الإخوة في العالم المشرقي الشاي عندنا تضع الماء الساخن وضع فيه واشرب. أما الشاي المغربي فله طقوس وله أركان وله سنن وله مندوبات. هذه هي أركانه التي أمامي. قلت: والشاي يا صاحي، المراد بالشاي المغربي، والشاي يا صاحي له أحكام كثيرة بديعة تقام، أركانه البراد شاي أخضر أكوابه منقوشة تعمر، سننه النعناع واللويزة وسكر والشيبة العزيزة، وكوكو وفستق ولوز كعب الغزال للبطول يغزو، ونحو الفقاص والمقروط من لم يذق فإنه مسقوط.
آدابه الجلوس في المكان، نحن الآن جالسون. آدابه الجلوس في المكان وهدرة تعارف الإخوان. وقدم الأكواب للكبير ذو الشأن والمنزلة، تقدم له الأكواب إذ هو معدود من التقدير. ورفعك البراد باستقامة لتطلق الرزة كالعمامة. وقسم الحلوى على الحضور بأدم وبسمة الحبور. ثم بعد ذلك تكلمت هذا عنا نحن الضيوف الذين نأتي إلى المغاربة فنأكل كل ما يقدم لنا، وهو الذين نسمي أنفسنا أبرار طبعا، لأنه بعد ما نأكل عندكم نقول أكل طعامكم الأبرار بعد أن نقضي على كل شيء، فأي أبرار هؤلاء؟ قلت وهل أتاك نبأ الأبرار الآكلين زردة الأخيار فأحكموا مغالق الأبواب خوفا من البرد مع الذباب. والتفتوا نحو اليمين واليسار تخوفا من غزو أهل الدار. عيونهم في اللحم كالنسور محدقة الأنظار كالصقور. فنهشوا اللحم مع العظام لم يتركوا للقط من طعام. والتفتوا للموز والتفاح وعمروا البطون بالدلاح. الدلاح يا إخواننا المشارقة هو الذي يسمى عندنا بالبطيخ الأحمر، أو في اليمن يسمى بالحبحب، هذا هو الدلاح. والتفتوا للموز والتفاح وعمروا البطون بالدلاح. واختتموا الطعام بالسكوت وقضمهم للوز والبسكوت. والتفت الجميع للإمام ادع لنا يا سيد الأقوام. وانصرف الجميع للنعاس أعاذنا الله من الخناس. هذا ما